قصتنا بتبدأ مع أتوبيس مليان بالمجرمين وداخل أخطر سجن في العالم. بعد ما الحراس أنزلوا المساجين فضلوا ينادوا على أسمائهم عشان يفتشوهم لحد ما دور ريكي أو وصل. ريكي شاب عنده 21 سنة اتسجن ظلم، بس الغريب إن جهاز كشف المعادن أظهر إن معاه أسلحة. وهنا ريكي قال للحراس إن دي طلقات مسدس موجودة في جسمه لأن في شخص حاول يقتله، فالحراس اتعجبوا لأنه لسه عايش. بعد كده بنقابل هانج يبقى واحد من بلطجية السجن، وأمر أتباعه يضايقوا راجل غلبان اسمه ستيك عشان ياخدوا كل فلوسه، وللأسف ستيك ما قدرش يدافع عن نفسه لأنه ضعيف. ده غير إن هانج حضر وكسر لعبته الخشبية على دماغه وفضل يهزق فيه لحد ما أصابه في وشه. أما الحارس ما قبضش على هانج لأنه بياخد منه رشوة. وهنا الشاب ريكي وقع هانج على مسامير موجودة في الأرض وخوف أتباعه لأنه شجاع وقلبه ميت. بعد فترة قصيرة بنعرف ان هانج اتشوه، فبدأ يخطط مع أتباعه عشان ينتقم من ريكي ويخلص عليه، لحد ما قرر انه هيخرج شانكي من الحبس الانفرادي وكلم حارس فاسد عشان يساعده. شانكي يبقى واحد من اخطر المجرمين في السجن، ولما الحارس فتح زنزانته بنكتشف انه ضخم جدا. اما ستيك الغلبان كان شغال في حاله، لكن الحراس الفاسدين اتباع هانج اخدوه لمكان فاضي وسألوه عن نقطة ضعف ريكي، فستيك رفض يجاوبهم والحراس نزلوا فيه تحت لحد ما خلصوا عليه. بالليل كل المساجين عرفوا ان ستيك مات وما كانوش عارفين مين اللي قتله. اما ريكي كان هينفجر من الغضب ونزل وسط المطرة عشان يكسر الكلبشات الموجودة على ايد ستيك لانه مات، واعطاه لعبته الخشبية. بعد كده وعد نفسه انه هينتقم له وهيرجع حقه من الكلاب اللي قتلوه غدر. تاني يوم الصبح كل المساجين راحوا عشان يستحموا بما فيهم ريكي وهانج، لكن فجأة شانكي ظهر وهاجم ريكي بشراسة، فريكي أظهر قوته الحقيقية وخلص عليه بضربة واحدة بس. أما هانج أخرج مسمار عملاق وحاول يقتله بس بدون فايدة لأن ريكي اتصداله بسهولة ودمره بلكمة واحدة هو كمان، فالحراس قبضوا عليه. وهنا نارومي قائد بلطجية السجن ظهر وحيا ريكي على شجاعته الرهيبة لأنه خلص على 2 من أقوى المقاتلين، لكن ريكي تجاهله والحراس أخدوه للحبس الانفرادي. بعد ما ريكي دخل الزنزانة حس بوجع شديد من القتال، لكنه استخدم تقنية سرية للتأمل عشان يهدئ أعصابه وافتكر الماضي لما كان بيتدرب تحت إيد المعلم شان يبقى عم ريكي، وقال له أنا هدربك على الفنون القتالية عشان تبقى قوي وتدافع عن نفسك لو وقعت في مشاكل. وهنا بنعرف إن ريكي اتعلم تقنية قتال مميتة بتخليه يستخدم قوته الداخلية عشان يدمر أي حاجة في طريقه، وبقى محارب ملهوش حل، لدرجة إن المعلم شان انبهر من مهارته الخرافية. تاني يوم الصبح واحد من الحراس أخد ريكي عشان يقابل مدير السجن. مدير السجن يبقى راجل عديم الرحمة مركب خطاف بدل ايده الشمال، وكان متعجب من قوة ريكي لانه خلص على اقوى المساجين بسهولة، لكن ريكي تجاهله ورفض يتكلم معاه. فمدير السجن وراه صورة اخته يانج، ولما ريكي يحاول ياخد الصورة طعنه بالخطاف ونزل فيه ضرب. طبعا ريكي فقد اعصابه وكسر الطاولة كلها عشان ياخد صورة اخته، لكنه سيطر على غضبه بصعوبة ورفض يقتل مدير السجن. بالليل ريكي شاف صورة اخته وافتكر ايام زمان لما كان بيلعب معاها وسط الحقول. ده غير انه بدأ يعزف على الفلوت، بس الحارس زعقله وقال له يسكت. تاني يوم مجموعة من المساجين حصروا جاسوس كان بيخرج اسرارهم للحراس وقربوا يقتلوه، لكن فجأة نارومي ظهر. نارومي هو اقوى واحد في السجن وقال لهم يسيبوا الجاسوس في حاله والا هيخلص عليهم كلهم. وهنا بنعرف ان نارومي شغال مع مدير السجن لانه بيقابله في السر. المدير قال لنارومي يخلص على ريكي بأي طريقة لأن المساجين بيحبوه وبيسمعوا كلامه. بعد كده أعطاه سكينة حادة، فنارومي قتل واحد من المساجين وعلقه وسط ساحة السجن عشان يجذب انتباه ريكي. وأول ما ريكي حضر لمقابلته قال له جه الوقت عشان تموت، مع إن نارومي أضخم من ريكي وسيطر عليه في بداية المعركة، لكنه رفض الاستسلام ورجع للقتال من جديد. فنارومي الغدار طعنه بالسكينة ورشه بإزاز مكسور في عينيه. طبعا ريكي ما بقاش قادر يشوف ووقع على الارض، لكنه بالصدفه لقى غطا ماسوره ميه ففجرها بايده عشان يشتت نارومي وغسل عينيه من الازاز. اما المساجين حسوا بسعاده لما ريكي فاق من جديد وفضلوا يشجعوه، فريكي استجمع قوته وخلص على نارومي بضربه واحده بس. بعد كده نزل السجين الميت على الارض، وهنا كل المساجين فقدوا اعصابهم وهجموا على المدير، لكنهم اتفاجئوا ب3 مقاتلين ملهمش حل. ال3 دول كان اسمهم عصابه الصقر، ومهمتهم
انهم يحموا المدير مهما كان الثمن. فريكي وقف قتال وراح عشان يدفن الراجل المتوفي، لانه لو استمر في المعركة في مساجين ابرياء هيموتوا. تاني يوم شاء ابن السجين اللي مات كان بيعزف على ورق الاشجار، فريكي ظهر وحاول يواسيه لان والده توفى، بس شاء حس بالحزن لما افتكر اللي حصل. لكن ريكي ما سابهوش في حاله واعطاه الفلوت الخاص بيه عشان يعزف عليه وينسى احزانه. وهنا بنعرف ان في مقاتل من عصابة الصقر كان بيراقب كل اللي بيحصل وبلغ اصدقائه باللي شافه. بعد كده هما التلاتة انتظروا شاء في الزنزانة وخلصوا عليه بدم بارد بدون ما اي حد يشوفهم. بالليل المساجين لقوا جثة شاء مرمية على الارض وما كانوش عارفين مين اللي قتله، وبالصدفة ريكي شافه مع الفلوت الخاص بيه فحس بحزن شديد ووعد انه هينتقم من اللي قتلوه. اما مدير السجن كان هينفجر من الغضب وقال لأتباعه انهم عصبوا ريكي وكلهم هيروحوا في داهية لو عرف انهم السبب. وهنا بنكتشف ان ريكي اشعل نار كبيرة وسط ساحة السجن عشان عصابة الصقر تواجهه وش لوش. بالفعل قائد العصابة حضر وقال لريكي انه هيخلص عليه لانه عمل مشاكل كبيرة. بعد كده استخدم تقنية كونج فو سرية وقدر انه يشل حركة جسمه بالكامل. طبعا ريكي اتصدم لانه اول مرة يقاتل شخص بالقوة دي، وافتكر لما معلمه قال له ما يستسلمش ابدا، عشان كده استجمع قوته من جديد ووقف على رجله بصعوبة. فقائد عصابة الصقر الغدار نادى على اتباعه، وكان منهم مقاتل بيستخدم ابر حديدية دمرت جسم ريكي تماما، ومقاتل تاني ضخم جدا ثبت ريكي في مكانه واخده عشان يخلص عليه في زنزانة حديدية. وهنا بنعرف ان مدير السجن بدأ يملى الزنزانة بالاسمنت عشان يقتل ريكي، فريكي كسر باب الزنزانة وانقذ المقاتل الضخم من الموت. اما مدير السجن حس بسعادة كبيرة لان ريكي فقد الوعي من التعب، وامر الحراس يكتفوه عشان رئيس السجن هيحضر قريب ولازم كل حاجة تكون مظبوطة. تاني يوم المدير انتظر مع الحراس قدام بوابة السجن، لكن الرئيس اتأخر لحد ما ناموا كلهم. وبعد ساعات طويلة الرئيس وصل اخيرا مع ابنه المشاغب، فالمدير حياه ورحب بيه في رعب شديد. وهنا بنعرف ان الرئيس شرير ومتكبر لانه خلص على واحد من المساجين عشان كان فاكر انه وقع ابنه في الارض. لما المدير والرئيس قعدوا يتكلموا مع بعض المدير عرف رئيس السجن ان ريكي حرق الحديقة بتاعته، فاتصدم وجات له سكتة قلبية، لكن المدير لحقه وجاب له الادوية على اخر لحظة. بعد كده الاتنين راحوا عشان يقابلوا ريكي اللي كان متغرق بالاسمنت ومحجوز في زنزانة حديدية. اول ما ريكي شاف رئيس السجن كسر قيوده بسرعة البرق ومسكه من رقبته عشان يخلص عليه، بس فجأة المقاتل الضخم ظهر من جديد وقال لريكي ان الوقت جه عشان يثبت انه اقوى منه. في البداية المقاتل الضخم نزل طحن في ريكي واستخدم القضبان الحديدية عشان يكتف ايديه، لكن ريكي رجع من جديد لانه لازم يحقق انتقامه. بعد كده فك قيوده وخلص على المقاتل الضخم بضربة واحدة بس. فابن رئيس السجن حس بالرعب من اللي ريكي عمله، وهنا المدير والرئيس كشفوا خطتهم الحقيقية ونزلوا على ريكي حائط حديدي وزنه 2 طن عشان يخلصوا عليه تماما. طبعا ريكي دفع الحائط الحديدي بكل قوته لكن بدون فايدة، والمصيبة الاكبر ان رئيس السجن هاجمه بصاعق كهربي افقدوا الوعي. بس من حسن الحظ المقاتل العملاق فاق من جديد وانقذ ريكي لانه هو الشخص الوحيد اللي قدر يهزمه. اول ما ريكي نجا بحياته شاف صورة المقاتل العملاق مع والدته وقال للمدير والرئيس انهم حيوانات عديم الرحمة لكنهم غفلوه بفخ سري وحبسوه في ثواني. تاني يوم رئيس السجن وضع ريكي في حفرة كبيرة وجمع المساجين وسط الساحة. بعد كده امرهم يدفنوا ريكي لكنهم اول ما رفضوا امر الحراس يخلصوا عليهم بدم بارد. في النهاية المساجين وافقوا غصبا عنهم، ولما كانوا بيدفنوا ريكي طلبوا منه يستحمل التعذيب لان رئيس السجن هيدفنه تحت الارض لمدة اسبوع كامل. والمدير حضر ووضع له قصبة خشبية عشان يتنفس منها طول الفترة دي. بالليل المساجين سمعوا صوت ريكي وهو بيعزف على الفلوت وعرفوا انه لسه حي، بس فجأة قائد عصابة الصقر ظهر وسد انبوب الهواء اللي ريكي بيتنفس منه عشان يخلص عليه، لكن بدون فايدة لان ريكي بيستخدم تقنية كونج فو سرية بتساعده يكتم نفسه لايام طويلة، ده غير انه بدأ يفتكر الماضي الأليم. وهنا بنعرف ان اخت ريكي شافت عصابة لتجار الممنوعات بالصدفة فخطفوها عشان ما تبلغش البوليس، ولما حاولت تهرب منهم وقعت من فوق مبنى عالي. طبعا اول ما ريكي شاف جثتها في المستشفى ما
قدرش يستحمل وراح عشان ينتقم من قائد العصابة اللي خطفها، ومع انه اتضرب 5 طلقات في صدره الا انه خلص عليه وحقق انتقامه، عشان كده دخل السجن ظلم. بعد فترة طويلة الاسبوع انتهى اخيرا، والرئيس امر الحراس يخرجوا ريكي من تحت الارض، لكنه اتصدم وما كانش مصدق عينيه لما عرف انه لسه عايش، وكل المساجين حسوا بسعادة كبيرة. بس فجأة رئيس عصابة الصقر ظهر واستغل ضعف ريكي عشان يضربه ويفقده الوعي. بعد كده رئيس السجن اخد ريكي ووضعه وسط اسياخ حديدية عشان يثبته في مكانه، لكنه رفض يقتله وعرض عليه انه يبقى واحد من اتباعه وهيعطيه كل اللي عايزه. طبعا ريكي رفض طلبه لانه عدو اللدود، فقائد عصابة الصقر اخد مجموعة من الامواس الحادة ووضعها بفم ريكي لتشويه وشه، بس ريكي اتحمل الوجع وبصق الامواس في وش رئيس السجن. عشان كده الرئيس امر الحراس يحبسوه بدون اكل لحد ما يموت من الجوع. وقت ما ريكي كان موجود بالزنزانة في سجين جدع اتسلل واعطاه بعض الاكل عشان يفضل عايش، فريكي شكره ووعده انه هيخرج من جديد. لكن في راجل خاين بلغ مدير السجن والاتنين خلصوا على السجين الجدع. بعد كده راحوا عشان يعذبوا ريكي، وهنا مدير السجن اتفاجئ انه مش موجود، ولما دخل الزنزانة بنعرف ان دي كانت خدعة وريكي خلص على الراجل الخاين ده، غير انه اخد مدير السجن رهينة عشان يهدد بيه الحراس ويهرب. بالفعل خطة ريكي تمت بنجاح، ولما المدير حاول ينجو بحياته كل المساجين حصروه وانتقموا منه لانه عذبهم لسنين طويلة. حتى ريكي انضم للقتال وخلص على الحراس بنفسه. اما رئيس السجن كان في المطبخ مع ابنه وبقية اتباعه، لكنهم اتفاجئوا ان ريكي حضر ومعاه مجموعة كبيرة من المساجين. في البداية الرئيس اخذ مسدسه وضرب طلقة متفجرة دمرت المكان بالكامل. بعد كده امر عصابة الصقر يخلصوا على ريكي وقعد يشرب سيجارة. للاسف عصابة الصقر استغلوا ان المساجين ضعاف وبدأوا يخلصوا عليهم واحد ورا واحد، فريكي طلب من المساجين اصدقائه ينسحبوا من المعركة لانهم ضعفاء وهيموتوا. اما قائد عصابة الصقر استغل تشتته وهجم عليه، ده غير ان صديقه صاحب الابر الحادة اصاب ريكي بشدة وضغط على ريكي طول الوقت لحد ما استدرجه الخزان مليان مية بتغلي وغرق ريكي فيها. وهنا بنعرف ان دي خطة ريكي من البداية، لانه غفل قائد العصابة ووضع رجله في المية السخنة. اول ما رئيس السجن شاف اللي حصل حس بغضب شديد وامر مساعده يبعد ابنه عن المكان، فريكي استغل الفرصة وضربه بكل قوته لكنه وقف من جديد. وهنا بنكتشف ان الرئيس معلم كونج فو ماهر ويعرف تقنية قتال سرية بتحوله لوحش كاسر ملهوش حل. طبعا ريكي ما كانش مصدق عينيه وفضل يقاتل بكل ما عنده، لكنه ما قدرش يأثر على خصمه، فانتظر الفرصة المناسبة واستدرجه للمفرمة الموجودة بالمطبخ ودمره تماما. بعد ما ريكي انتصر عرف كل المساجين ان رئيس السجن الظالم مات اخيرا. بعد كده اظهر قوته الحقيقية لكسر حائط السجن ومشي لوحده وسط تحية كبيرة من كل المساجين. وده كان ملخص الفيلم. اتفرج على ملخصات التانية هتعجبك ان شاء الله، واشترك عشان يوصلك كل جديد.